السلام عليكم الاخوه والاخوات، فيديو جديد على قناتكم AKKS نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده وتكون اموركم هي هذه. هذا اخوكم يوسف نحييكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتدعمونا بلايكات ديالكم. بطبيعه الحال الاراء ديالكم مهمه وتنجاوب عليها كامله، واللي مازال ما تابوناش معنا في هذه العائله الصغيره يتابونا معنا. اليوم الاخوه والاخوات جيت نهضر على واحد الموضوع بالزربه، نتمنى يتبارطاجا، ولكن ماشي على ودي، والله ما على ودي انا، ولكن على ود كاع الناس اللي في الوضعيه ديالي وكاع الناس اللي في المغرب وكيعانيو من هذه القضيه. انا الاخوان ما عمري ما غادي نفتح كونط في المغرب. عجب لي علاش مالك، علاش ما تفتحش زعما كونط في المغرب؟ شنو زعما ما راضيش ولا شنو؟ لا، ما عمري ما نفتح كونط بونكير في المغرب، لانني ما يمكنش نفتح كونط في المغرب والكرامه ديالي مهانه، يعني بهذا المعنى هذا. وانا يعني معتبرني حمق جاهل، ماشي جاهل، حمق بهذا المعنى، مرفوع عليا القلم. يعني انا بهذه لي كونديسيون ما يمكنش ليا. قالت اسيدي المكفوفين، يعني الناس اللي مكفوفين اللي ما كيشوفوش، يعني بغض النظر يعني كيعرفوا وين كاين اللي خدام، كاين اللي موظف، كاين اللي في منصب كبير، كل واحد شنو عنده، كاين اللي عنده تجارته. فبالتالي البنك كيضرب كاع هذا الشيء في عرض الحائط ويقول لك اودي الا بغيتي تصايب كونط سير جيب لي كذا وكذا، جيب لي حتى شاهد، دابا جيب لي وصيه على الثلاجه، يجيب الكارطه ديالو ويسني معاك الالتزام انه يعني هو مسؤول عليك. يلا دابا شوف هذه البساله هذه فين واصله، شوف دابا شوف هذه البساله فين واصله. واخا سيدي، وغتمشي المحكمه تجيب واحد امر بحال من عند المحكمه انك انت يعني عاطينك الاذن انك تصايب كونط. ملي تقول لهم ودي انا راه واش انا يعني علاش غادي ندير هادشي كامل؟ لا، لان باش ما نتحملوش مسؤوليتك، وكانك انت عبء، وكانك انت يحمق. ملي تقول له اودي ملي تيجي عندك شي واحد ما كيعرفش يقرا، ياك مثلا ما كيعرفش يقرا، وتقول نصايب كونط وتكون كيشوف، تقول نصايبوا ليه ماشي مشكل. يعني هذا السيد صايبوا ليه كونط، وانا اللي واخا قاري وكذا وفاهم وعارف وبفلوسي وعندي يعني مشاريعي مثلا، ولا عندي خدمتي، ولا عندي شي حاجه، ولا خدام على برا المغرب وبغيت ندير كونط هنا، لا خاصك دير ضروري دوز من هاد ليطاب هادو. وباش يكملوها ويجملوها، الا بغيتي تجبد فلوس مثلا، انت عندك مثلا لنفرض 6 مليون حطيتيها في الكونط، بغيت تحط، خاصك تدي معاك هذاك السيد يسني حتى هو معاك لانها انت حطيتي الفلوس تشاهد. يلا دابا فكها مع هاد الناس هادو. ولا بغيتي تهز فلوس كذلك، واش انايا هذا راه انتهاك للخصوصيه ديالي. انا ما كنشوفش، راه عندي واخا ما كنشوفش، عندي خصوصيات ديالي. انا ما بغيتش اخويا شي واحد يعرف شحال عندي في الكونط. واش انت معايا انا واحد يشوف لي الكونط ديالي؟ واخا سيدي هاد السيد دا لي فلوسي مثلا، يلا اتفق مع داك اللي في البنك وسنا لي على شي ورقه ماشي هي هذيك، سنا لي مثلا انا بغيت نخرج 6 وسنا على 7 ودى لي مليون. يلا دابا قولوا لنا، دابا يعطونا اجابات على هذه المساله. فراه انا مادام فايت 18 عام وعندي لاكارت ناسيونال ديالي، فراه انا شخص عاقل، راه ماشي خارج من سبيطار الحماق. راني كنعرف اش كندير، كنعرف نسحب من البنكه، كنعرف نجبد من الجيش الفلوس ديالي، كنعرف مثلا شنو ندير. راني يعني انا بنادم دابا كيسحب لي، واش بان تيشوف فيك مكفوف كيسحب لي واش انت غير كتسعى، واش مكفوف كيسعى؟ الاخوان المكفوف راه ما كيسعاش، وعباد الله كما كاين واحد عادي تيسعى، كاين مكفوف تيسعى، وكاين واحد جالس فوق الكروسه تيسعى، وكاين واحد ما تبقاوش تجمعوا كل شيء وتقولوا كل شيء تيسعى. راه كاين مكفوف دابا هذا القانون علاش دايرينه؟ لان في بالهم ان المكفوفين غير تيسعاو وما كيردوش كونط في البنكه. راه حنا هنا في اسبانيا مثلا تبغي تهبط للمغرب تحط شي حاجه د الفلوس تما كيغادي تحطها. انا بعدا ما نقدرش، شوف امبوسيبل نصايب كونط بهاد الشروط هذه باش نكونوا فاهمين. امبوسيبل، ما عمري ما غنصايب كونط بونكير في المغرب بهاد الشروط هذه، واخا نعرف ما عرفت شنو ندير. فلوس يا سيدي نخليهم هنا ومريضنا ما عنده باس. هما هنا في اسبانيا الكونط ديالي، كونط بونكير ديالي بوحدي، عندي كارطه ديالي. ملي مشيت نصايبو ما قال لي حتى شي واحد يسني معاك، مشيت لراسي وسنيت لراسي وعطاوني انني صافي عندي الكونط. وجاتني الكارطه ديالي من بعد سيمانه في العنوان اللي انا درت. وملي جاتني الكارطه كنستعملها عادي. واحد النهار مشيت نجيب مبلغ كبير من البنكه من الحساب ديالي، بغيت نخرجه دخلت الاداره تما د البنكه، استقبلوني مزيان، مشيت ريحت،
سنيت على ان الفلوس على القد غنخرجها، وجاني ميساج في التليفون باش ناكد المساله، وصافي عطيتهم الكود ديال اللي جاني في الميساج وخديت فلوسي، وكان مبلغ كبير، مبلغ يعني فايت 6 المليون، وخديته وخرجت في حالي عادي وترانسفيريته لبلاصه اخرى فين خصني نعطيه لواحد السيد اخر، وما كاين حتى شي مشكل، ما تعاملوا معايا حتى شي نقص، وكنمشي عندهم ديما هنا للاداره وتيستقبلوني وتعاونوا معايا، ولا كان عندي شي مشكل في التاخير في الجيشي كيعاونوني، تخرج واحد اختنا اللي تعاونني، ما كاينش مشكل. كنقول ما عمر شي واحد هنا ما جا قال لي انت مكفوف ما تثنيش على هذه الورقه، ولا انت مكفوف ما عندكش حق في هذه، تجيب لنا واحد يكون معاك. هذه مساله راه امبوسيبل، خص يفهموا هاد الناس هادو، هذه مساله امبوسيبل. فالاخوه الاخوات كنطلبكم هذه المره انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للمسؤولين. انا والله ما بقى شوف، انا ما عنديش مشكل كبير، ولكن تيبقاو فيا الناس اللي تما في المغرب، الناس اللي خدامه، الناس اللي باغا تصايب كونت، شباب تما مكفوفين كيعانيوا. انا ما عنديش مشكل، انا هنايا الحمد لله المشكل ديالي محلول مع البنكه، كيتعاملوا معايا كانني شخص عادي ماشي حمق. فبالتالي نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو غير باش يوصل الصوت ديالنا الناس اللي المختصه، ويعرفوا اننا ماشي حماق ماشي هبال، راه حنا اشخاص بنادم. هذا مثلا الاخوه الاخوات، تحياتي لكم. هذا اخوكم يوسف نحييكم هنا من سانتاندير، عاصمه كنطابريه بشمال اسبانيا. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.